أحيانا الإنسان من دون سابق إنذار من دون وجود أي مشكلة يشعر أحيانا بألم أو بحزن أو بكآبة، مو بشكل دائم، لا بشكل مفاجئ ومن دون أي سبب طبيعي. وكذلك العكس، هو كذي يقوم يحس نفسه أن اليوم مستانس مع أنه ما في شيء صاير. بعض الروايات تبين أن هذه الحالات أحيانا مو دائما لتي للإنسان المؤمن سببه هو الأئمة صلوات الله عليهم. جاء في رواية عن أبي بصير يقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، كما جاء عنه: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي رجل من أصحابنا، كان معي واحد من الشيعة المؤمنين، فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، يكلم الإمام الصادق عليه السلام، إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببا. مرة واحدة أحس مرات بحزن، بكآبة، مو دائما لكن أحيانا يصادفني هذا في الحياة. شو السبب؟ ليش؟ فقال عليه السلام، شو يقول له الإمام صلوات الله عليه: إن ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منا. ترى هذا السبب اللي انتم فيه إحنا الأئمة. شلون؟ إن ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منا، لأن إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلا عليكم، لأن وإياكم من نور الله عز وجل. هذه الرواية فيها إشارة لعوالم أخرى قبل هالعالم، يعرف الرواية بعالم الذر أو بعوالم أخرى. خلاصة الكلام أن إحنا والأئمة صلوات الله عليهم بيننا جهة اشتراك، وهي نور الله سبحانه وتعالى. فبما أن أصل خلقتنا مع الأئمة صلوات الله عليهم من نور الله سبحانه وتعالى، فأرواحنا وأرواح أئمتنا صلوات الله عليهم فيها اتصال. فهنالك نوع من الإحساس، مثل الحين أنا أسأل أحيانا توأم، أسأل مرة أحد التوأم أقول له: فعلا يعني هذا اللي ينقل أنه تحس؟ يقول: إيه أحيانا أحس، يعني أحس بالتوأم الثاني إذا هو متضايق. فلعله فيه إشارة للارتباط بين الأرواح. خلاصة كلام إن إحنا والأئمة صلوات الله عليهم بيننا جهة ارتباط. هذا الارتباط يخليك تغير نظرتك اتجاه الحياة من يوم ورايح. إذا شعرت مثلا كذي بدون سابق انذار، من دون سبب طبيعي، حسيت بضيقة خلق، تذكر الإمام صلوات الله عليه: لعله في شيء دخل على قلبه الشريف. هذا الشيء يقوي علاقتنا بالإمام صلوات الله عليه. إذا فرح، حسيت بفرح وناسة، هم تذكر الإمام صلوات الله عليه. هذا الشيء يقوي علاقتنا بالإمام عجل الله فرجه الشريف، نفتح علاقة معاه بينه وبينه إحساس. هذا الشيء يخلي الإنسان أكثر قريب إلى المولى صلوات الله عليه. احنا اعتقادنا بشكل واضح أنه هو رضا الإمام هو رضا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ يعني لأن الإمام لا يرضى إلا بما يرضي الله عز وجل، فإذا الإمام راضي يعني الله راضي، وإذا الله راضي يعني الإمام راضي. ليش؟ لأن الرضا من الجهة جهة واحدة. احنا نعتقد أن اللي يمثل الله في الدنيا هو الإمام صلوات الله عليه، وهو مظهر الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فعموما لما نحس بهالشيء حاول نتذكر، نصلي عليه صلوات الله عليه، ندعو له بتعجيل الفرج، ونهدي له الأعمال الحسنة اللي نسويها. هذا الشيء ترى جدا مؤثر، جدا مؤثر على الإنسان. هذا الشيء يقوي علاقتنا أكثر بإمامنا صلوات الله عليه. فمهم جدا تكون عندنا هذه الحالة. طبعا هذا الشيء راح يغير نظرتنا اتجاه الكآبة اللي موجودة في الحياة. الحين ما قاعد أتكلم إذا واحد عنده مشكلة هرمونية أو نفسية، ما قاعد أتكلم عن هالحالة، قاعد أتكلم إنسان طبيعي من فترة إلى أخرى يحوشه كذي. إذا أفرح، هذه علامة أن أنا مرتبط بالإمام صلوات الله عليه. حاول أكثر أحترم هذه الحالة اللي صارت لي، حاول أكثر أذكر الإمام، أكثر أبتعد عن المعاصي والذنوب. فعموما هذه الحالة ليست حالة سلبية، بل قد تدل على وجود ارتباط قوي بين المعصوم صلوات الله عليه وبين المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله.